مستمعينا ورجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض اسمع كتاب. والحلقة النهاردة كتاب أتمنى إنه يعجبكم. لأول مرة في الحلقات هجيب معايا رواية. ما كنتش ناوية أجيب روايات، بس الحقيقي إن الرواية دي لفتت انتباهي جدا من قبل ما أقراها، لأن هي بيست سيلر معانا في أكتر من أسبوع. وكمان لقيت رد فعل الناس في الوسط، الناس بتحب تقرأ بيتكلموا عنها كتير جدا، فحبيت اني اعرف ايه هي الرواية دي بتحكي عن ايه. وبالفعل انا جبتها وبدأت اقرا فيها، ومن شدة اعجابي بيها فعلا انا حبيتها جدا. فحبيت ان انتوا تعرفوها معايا واتكلم معاكم عنها. هي طبعا رواية في قلبي أنثى عبرية للدكتورة خولة حمدي. زي ما تعودنا في الاول احب اوصف لكم الكتاب الخارجي شكله ايه. هو كتاب متوسط الحجم، مكتوب الغلاف بتاعه طبعا. الكتاب اللي معايا ده الطبعة الرابعة، غلاف بألوان بنيات هادية جدا، عن بنت بتبص من ناحية الشمال، بترتدي حجاب للرأس أو غطاء للرأس يكشف جزء من رأسها. ده تعبير عن المرأة اليهودية، وده اللي هنعرفه من خلال تفاصيل الرواية. في النهاية هي مكتوب عنها جزء اللي هي آخر حاجة في الكتاب. زي ما قلت لكم دي الطبعة الرابعة. وحقيقي لما بدأت أبحث عن الكتاب قبل ما أشتريه أو قبل ما أبدأ أقرأ فيه، كنت حابة أعرف أنا هقرأ عن إيه. ودي نصيحة بحب أقدمها لكم في البداية، ان اي كتاب اي حد بيقولك اقراه عشان ما تضيعش وقتك وتضيع مجهودك او تضيع فلوسك لو انت هتشتريه، لو بتحب الورقيات زيي، ان انت المفروض تعمل بحث صغير كده عن الكتاب عن الانترنت، او تاخد اراء اللي حواليك من اللي قروا الكتاب، لانك بتقدر تعرف ده مناسب ليك ولا لا. لما عملت البحث ده اكتشفت ان الطبعة الخامسة كمان نزلت للسوق وبدأت في التسويق، فمعنى كده ان ده كتاب عليه اقبال. بالفعل انا جبت الكتاب وبدأت اطالع جواه كده واتصفحه شوية، فلقيت في الاول ان اول حاجة ان الكتاب له مقدم. الكاتبة هي اللي كاتباها، وهي بتحكي قد ايه هي كانت ليها سبب في ان هي تكتب الرواية دي. ان هي اتعرفت على بطلة الرواية عن طريق الصفحات المنتدى الالكتروني بتاعها، وان البطلة بدأت تحكي لها عن القصة دي اثرت فيها جدا جدا، لدرجة انها اصرت ان هي تكتبها. هي البنت من يهود العرب الموجودين في لبنان، وفيها بتتكلم بقى الرواية عن الحب والحرب وعن الدين بكل أنواعه. وهي فعلا رواية جميلة جدا، وبتتمنى فيها ان يكون الناس يحبوا بعض بجد وبيحبوا بعض بالطريقة اللي احنا هنقرأ عنها. هي مش قصة رومانسية قوي علشان بس محدش يمل من البداية. في كمان إهداء في هذا الكتاب إلى ريما وندى وأحمد أبطال روايتي الذين غيروا حياتي. وكتب تحت بيت شعر: القلب غمد الذكريات من الذي أفضى لسيف في الضلوع وسله. ده للشاعر أحمد بخيت. دي كانت المقدمة بتاعت الكتاب بتاعنا، وفي كمان المقدمة والإهداء، وفي كمان هي الكاتبة حاطة نبذة تاريخية عشان نقدر نعرف الرواية ماشية ازاي. بيتكلم هنا في النبذة دي عن يهود تونس. يهود تونس أصلهم من أسبانيا في أواخر القرن ال15 وصلوا تونس لأن هم كانوا مهجرين من أسبانيا وكانوا عايزين يحافظوا على دينهم على قد ما يقدروا. فبالفعل سنة 2500 غزا القدس وأخرج اليهود منها ملك بابل. علشان كده هم هربوا لتونس وقعدوا هناك، وبالنسبة لهم كانت تونس هي ملاذ ليهم. وهم قعدوا هناك فترة طويلة جدا وتعايشوا مع المسلمين والمسيحيين الموجودين هناك. بعد كده مبقاش عندهم مشكلة، فهناك في تونس ممكن تلاقي المسجد والكنيسة والمعبد اليهودي، ما فيهوش أي مشكلة خالص. الناس عايشين بهدوء وبرفاهية، يعني ما فيش أي مشكلة بتمنعهم. بس أغلبهم كان موجود في جزيرة، هي جزيرة ساحرة جدا اسمها جزيرة جربة في تونس.
بعد كده هي بتدخل في الرواية نفسها، وبتبدأ تعرفنا على أبطال الرواية. قبل ما نبتدي نحكي عايزة أقول لكم إن هي كاتبة بطريقة تشويقية وسينمائية، بمعنى إن لو بكل بساطة بدأت عندك القدرة على التخيل، فأنت هتتخيل معاها الأحداث بالظبط أكنك بتتفرج على فيلم سينمائي. بتنقلنا بطريقة تشويقية جدا، مقسمة الرواية بطريقة مشاهد، يعني هم حوالي 132 مشهد، فيهم الطويل وفيهم القصير، بس لو قدرت تتخيل معاها هتقدر تشوف فيلم سينمائي او فيلمين 3 كمان. في البداية اول مشهد خالص بتعرفنا على جاكوب اليهودي اللي واقف قدام باب جامع. بينتظر مين بقى جاكوب؟ واقف مستني ريما. ريما البنت المسلمة عندها حوالي 15 سنة، بس حجمها بيدي أقل من كده، فبتبان إنها طفلة. والغريب إنها بتناديه ببابا يعقوب. وليه هي بتناديه كده؟ لأن هي بكل بساطة هي طفلة يتيمة، هو متبنيها أو بيرعاها في بيته. بيته ده مكون من تانيا مراته وأولاده بنت ولد سارة وباسكال. وبيتكلم هنا كمان على ان ريما جاكوب في اللحظة دي شايف ريما مختلفة تماما عن كل مرة، وحاسس ان هي فيها حاجة غريبة، وبيعرف منها ان هي خايفة تدخل النار، ان هو يدخل النار لان هو على ديانة تانية مختلفة عن الاسلام. وده حقيقي اللي بيخلي جاكوب يبدأ يحس ان في مشكلة هتحصل ما بينه وبين ريما، وان هو لولا ان الامانة فرضت عليه ان هو يربيها بعد وفاة والدتها كان تخلص منها في اقرب وقت، لان هي بكل بساطة على ديانة اخرى، وده هيسبب له اكيد مشكلة في بيته. المشهد التاني بنروح على قانا في جنوب لبنان، يعني احنا جينا من الغرب للشرق في مشهد سريع جدا. المشهد ده هنتعرف فيه على شخصيتين من شخصياتنا في الرواية، أحمد وحسان. أحمد عنده إصابة جامدة جدا، وحسان معاه في العربية وبيحاولوا إن هم يسعفوا أحمد، بس المشكلة إن العربية فيها مشكلة والإطار بينفجر، وبيحصل مشكلة كبيرة جدا ومش عارف يعالجه فين او يروح بيه فين، فبيخبط على اول باب يقابله. المشهد الثالث بقى، الباب ده لازم نعرف كان باب مين. الباب ده باب ندى ودانا اللي قاعدين في البيت لوحدهم، واحمد وحسان بيلجأوا لهم للمساعدة. بالفعل ندى هنا بيعرفنا بقى مين ندى ومين اختها. ندى هي من أسرة يهودية، هي ودانا أختها، والبيت بيكون فاضي مفهوش غيرهم، والسبب في كده ان مامتهم او والديهم الاتنين خارج البلاد في زيارة في بيروت. وبيبدأوا بعد كده نعرف ان ندى متعاطفة شوية، رغم ان اليهودية فهي متعاطفة شوية مع العرب لان هي من يهود العرب، لكن دانا شايفة ان ده صح، والمفروض ان الاسرائيليين يكونوا بيحاربوا بالشكل ده. يعني دي خلفية صغيرة عن البنتين، وبنبدأ نتابع لما بيجي احمد وحسان يخبطوا عليهم، وبتبدأ ندى تتصرف من وراء أختها، وتبدأ تاخد قرارات بأن هي توفر الحماية والعلاج لأحمد وحسان من غير ما حد يعرف خالص، لا ندى لا دانا ولا حتى أهلها لما بيرجعوا. بالفعل الإصابة بتكون كبيرة، فندى بتاخدهم للمستودع وبتبعت تجيب ليهم أخوها ميشيل. بس قبل ما نرجع لميشيل هيكون رجعنا الأول لبيت جاكوب اللي بيصحى مفزوع وقلقان جدا كل شوية على أحلامه اللي بتجيله كوابيس كتير جدا، مش عارف ايه سببها. الكوابيس دي بترجع لأن ريما دايما بتكلمه عن الجنة والنار، وبرغم ان اليهود ما بيعتقدوش في الحياة بعد الوفاة، لكن يعني كتر الكلام برضو يشغله.
فبيقوم يصلي، بيقوم يشوف اولاده، فبيكتشف ان ريما بتصلي الفجر. وطبعا لان هو عنده جهل صغير بالدين الاسلامي، فبيسالها دي صلاه جديده، فبتقوله لا هي قديمه بس انا ما كنتش بصليها. فبيتكلم معاها، وبالفعل هو كان طيب معاها جدا، فبياخدها على السرير علشان تنام، وبيوفر لها او بيغني لها اغنيه ريما اللي كانت دايما والدتها بتغنيها لها قبل ما تنام، وكانت هي بتحبها جدا. تعالوا نطلع فاصل صغير نسمع ريما ونرجع نكمل حلقتنا. يلا تنام ريما، يلا يجيها النوم، يلا تحب الصلاة، يلا تحب الصوم، يلا تجيها العوافي كل يوم بيوم، يلا تنام يلا تنام، لا تبحلى طير الحمام، روح يا حمام لا تصدق، بضحك عريمة تتنام، ريما ريما الحندقة، شعرك أشقر ومنقى، واللي حبك بيبوسك، اللي بغضك شو بيترقى، يا بياع العنب والعنبية، قولوا لأمي وقولوا لبي، خطفوني الغجر من تحت خيمة مجدلي، التشتشي والتشتشي والخوخ تحت المشمشي، وكل ما هب الهوى نطف ناري ما مشمشي، وهالينا دستك لكنك عيرينا، تنغسلت يا بريمة وننشر هنا عند ياسمينة. بتحب القراية بس ما عندكش وقت، يبقى خليك اونلاين على المصري اف ام واسمع كتاب مع أمنية قاسم كل يوم 3 الساعة 8. اسمع كتاب وخليك اونلاين. مستمعينا مستمع المصري اف ام، ورجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا، ومعانا كتاب النهارده زي ما قلت لكم في البدايه، كتاب روايه حلوه قوي، في قلبي انثى عبريه. في قلبي انثى عبريه. قبل ما نبتدي فيها احب اسالكم سؤال حلقتنا النهارده: متى كانت مذبحه قانا الاولى؟ متى كانت مذبحه قانا الاولى؟ ممكن تتواصلوا معانا عن طريق الفان بيج بتاعتنا او عن طريق 012 25 35 15 12 او 010 12 14 15 40. وصلنا لحد هنا للمشهد الخامس. المشهد ده بنقدر نعرف منه الخلفية العائلية لندى، وليه اخوها مسيحي، راهب مسيحي. هنعرف المشهد ده تفاصيله حالا، ونعرف ليه تفاصيلها كده لما هنقرا مع بعض الجزء ده من الكتاب. هو المفروض ان احمد هنا سألها، فهي بترد عليه: لا تستغرب ما اقول، فانا نشأت في عائلة تختلط فيها كل الديانات، اليهودية والمسيحية والاسلام، ليس هنالك حواجز بينها. هز رأسه في اهتمام وشجعها على الافصاح عن قصتها، فقد استثاره كلام حسان عن اخيها المسيحي.
وازداد فضولا مع كلماتها الأخيرة. ابتسمت ندى وهي تستند إلى الجدار وترفع خصلات شعرها النافرة التي أطلت من تحت غطاء رأسها. لم تكن قط فتاة متساهلة في علاقتها مع الجنس الآخر، بل إنها تنتمي إلى عائلة محافظة تعطي وزن كبير للعادات والتقاليد، حتى إنها من بين الأقلية اليهودية التي تحافظ على غطاء الرأس للمرأة وزيها المحتشم. لكنها في لحظات بسيطة أحست بارتياح غريب تجاه أحمد، ووجدت نفسها تحاوره دون تردد وتحدثه عن عائلتها. ربما كان لملامحه الجادة ولنظراته التي التصقت بالأرض احتراما لها دور في ذلك، وقد سرها أن تجد من يصغي إلى حديثها بمثل ذلك الاهتمام. فتابعت: ولدت من أم يهودية وأب مسلم. ربما لم يكن والدي ملتزما كثيرا بدينه، لكنه مسلم على أي حال. أما أمي فهي من أسرة يهودية محافظة تهتم بتطبيق الدين وإقامة شعائرهم. تعرفا في تونس حيث جذور عائلتي، وتزوجا رغم معارضة الأهل بعد قصة حب قوية. لكن من العجيب أن زواجهما لم يمد طويلا، بل اشتدت الخلافات بينهما وانتهي إلى الطلاق بعد أن جئت أنا وأختي دانا إلى الوجود، وعادت ذاكرتها بها إلى الوراء. قدرنا هنا نتعرف قد إيه العيلة متكاملة فيها من كل الديانات في بيت واحد أو في عيلة واحدة. وبعد كده كمان هنعرف تفاصيل كتير إن مش هي مش أمها أول حد يتجوز حد مسلم أو من ديانة تانية. هنا كمان بقى بنعرف إن أحمد وحسان في الصباح اليوم التالي أحمد بيتحسن وحسان بيجي ياخده وبيمشوا لأن العربية اتصلحت اللي كانوا فيها. المشهد السادس بنرجع تاني لبيت جاكوب ونتعرف على مدى صدمة جاكوب لما ريما بتصر تلبس الحجاب داخل البيت لأنه بقى راجل غريب عنها. طبعا ريما بقى عندها 15 سنة، فبالتالي هي عرفت في الدرس في المسجد ان البنت في السن ده لازم تكون يعني تلبس الحجاب تخفيا من الأقارب. فهو كانت صدمته كبيرة لأن هي في البيت بتقول له بابا يعقوب، فهو بيشوفها كأنها بنته، وهي دلوقتي بدأت تشوفه على أنه شخص غريب بالنسبة لها. المشهد السابع بنرجع لأحمد وحسان وهما بيتكلموا في الطريق. أحمد فرحان هو وحسان أن هما نجوا بأعجوبة، لكن فجأة أحمد بيقرر يزور أهله في قانا بدل من أنه يرجع لصيدا مع حسان أو يرجع للمقاومة اللبنانية مرة تانية. المشهد الثامن بنتعرف على ندى أكثر وطريقة تفكيرها وتفكير أسرتها، خصوصا أمها سونيا اليهودية المتشددة. لما كانت ندى في سن صغيرة كانت عندها ذكاء فطري كان بيتسبب لها في مشاكل كتير جدا، يعني كانت أسئلتها أكبر من سنها، وكانت الراهبات في المدرسة بيعتبروها أفكار شيطانية، وكانت دايما بيعاقبوها بسبب الموضوع ده. هنا كمان الكاتبة كتبت المشهد ده بقمة الهدوء والروعة، لأنها بتوصف لك النزاع الداخلي جوه سونيا. ليه لما اتجوزت مسلم وطلقت منه وبعدها بتعيش مع مسيحي، زوجها جورج مسيحي، لكن جواها نزاع فظيع في ان هي لا تزوج ابنتيها لأحد غير اليهودية، يدين بغير اليهودية. لكن المشكلة ان بنتها الكبيرة دانا مخطوبة بالفعل لمسيحي وهتتجوز قريب، فده عامل لها أزمة نفسية ومخليها بتحاول دايما ان ندى تتجوز من شخص يهودي للحفاظ على الشكل والدين، وان الدين يستمر في العائلة، لان كده كل حد من الأقارب والأولاد بيتجوز حد من ديانة مختلفة. برغم ان اليهود أصلهم، وده اللي أنا عرفته برضو من الرواية، ان اليهود بيعتبروا ان بمجرد ان الأم مسيحية يهودية فده معناه ان الولاد بيدينوا على ديانتها. وجود الأب في حياتهم مش بالأهمية، ديانته مش بالأهمية اللي احنا متصورينها. يعني احنا طبيعي عندنا في الإسلام أول ما الطفل بيتولد بيكون مسلم طبيعي، لكن هم لا بيعتبروا ان مدام الأم يهودية فهي خلاص الطفل بيطلع يهودي. أحمد اللي كان بدأ يتأثر بندى عايز يعرف عنهم كتير، فبيروح لتاني يوم لميشيل في الكنيسة ليشكره. طبعا احنا هنا ميشيل زي ما قلنا راهب في الكنيسة،
يعني جراح على قده كده صغير بس بيقدر يداوي الجروح، فراح احمد زاره وشكره جدا وطلب منه انه يوصل شكره لندى، وبالفعل ميشيل وصل الشكر ده لندى. وهنا ندى بتفرح جدا لما بتعرف الموضوع ده. المشهد التاسع بنرجع تاني لتونس وبنتعرف على سالم والد ندى ودانا، وصدمته بقى لما بيعرف ان بنته دانا هتتجوز من غير علمه وهتتجوز شخص مسيحي، وهو في تونس ما يعرفش عنهم اي حاجة لان سونيا منع عنهم الاخبار من وقت ما اخدت الولاد البنتين بمعنى اصح وهربت، محدش عارف عنهم اي حاجة. مستمعينا مستمعي المصري اف ام، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. بس قبل ما نطلع الفاصل احب افكركم بسؤال الحلقة: متى كانت مذبحة قانا الاولى؟ ممكن تتواصلوا معانا على الفان بيج بتاعتنا المصري اف ام او تكلمونا على ارقام التليفونات 012 25 35 15 12 او 010 12 14 15 40. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. حبك يا لبنان يا وطني بحبك، مش مالك بذنوبك بسهلك بحبك. تسأل شو بني وشو اللي ما بني، بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك يا لبنان يا وطني بحبك، مش مالك بذنوبك بسهلك بحبك. تسأل شو بني وشو اللي ما بني، بحبك يا لبنان يا وطني. عندك بدي ابقى ويغيبوا الغياب، اتعذبوا اشقوا يا محلى العذاب. عندك بدي ابقى ويغيبوا الغياب، اتعذبوا اشقوا يا محلى العذاب. واذا انت بتتركني يا اغلى الاحباب، الدنيا بترجع كذبي وتاج الارض تراب. واذا انت بتتركني يا اغلى الاحباب، الدنيا بترجع كذبي وتاج الارض تراب. بفقرك بحبك وبيعزك بحبك، بفقرك بحبك وبيعزك بحبك. أنا قلبي عقيدي لينساني قلبك، والسهرة عبابك أغلى من سني. وبحبك يا لبنان يا وطني، بحبك يا لبنان يا وطني بحبك، مش مالك بذنوبك بسهلك بحبك.
اسمع المصري اف ام. جوه البيت ولا الكافيه، اعمل لموبايلك حس. بتحب القراية بس ما عندكش وقت؟ يبقى خليك اونلاين على المصري اف ام واسمع كتاب مع أمنية قاسم كل يوم 3 الساعة 8. اسمع كتاب وخليك اونلاين. مستمعي المصري في ام واسمع كتاب، رجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا، ومعانا النهارده في قلبي انثى عبريه. اتكلمنا وبدأنا نعرف تفاصيل كده عن الابطال بتوعنا. التفصيله الجايه اللي معانا هنعرف ان احمد بدأ يفكر فعلا في ندى، وبدأ يفكر يقرب لها ازاي. علشان كده هيحكي لاخته سماح عن اللي حصل. سماح دي شخصية جديدة هنتعرف عليها بقى حاليا يعني. وإنه هو في المقاومة اللبنانية، ودي كانت حاجة طبعا محدش يعرفها لا في بيته ولا من أصحابه العاديين، أصحابه بس في المقاومة اللي كانوا عارفين. وبيحكي لها عن اللي حصل في بيت ندى، وقد إيه هي بنت شايف فيها جزء كبير من فتاة أحلامه اللي هو كان عمره ما بيفكر فيها بكل تفاصيلها، بس حط لها صورة تصورية كده وبيقولها لسماح. تعالوا نعرف أحمد كان عايز فتاة أحلامه شكلها ايه. الكلام عن أحمد لسماح: يصف لها زوجة أحلامه، كان يقول في شيء من المداعبة: هي امرأة بقلب رجل، لديها من القوة والحزم ورباط الجأش بقدر الرقة والحنان والنعومة، تحمل هم الأمة الإسلام والأمة في قلبها أكثر من الموضة ونوع السيارة والمنزل، زي الحديقة والمسبح. لا يهمها الآخرون وماذا يقولون، وترضى بما أعطيه لها مهما كان قليلا. تسير معي في أي طريق دون أن تسأل، لا تهم التفاصيل، المهم نكون معا. أراد أن يضيف: وتحمل السلاح حين يقتضي الأمر، ولا تلتفت إلى الوراء حين يتعلق الأمر بالقضية. هنا عرفنا إزاي أحمد بيفكر. فبالتالي سماح ردت عليه قالت له: لن أقدم لك أيا من صديقاتي، أعرف إني سأظلمهن بذلك. ده طبعا شيء من المداعبة بين الإخوات، لكن هي في قرارة نفسها تحبه جدا، وتحب إن هو يكون له زوجة طيبة، وفعلا زي ما يكون هو بطالبها بالظبط. بعد كده يعني في المشهد ده برضو هنعرف ان رغم ان احمد قال المواصفات دي لسماح، لكن من جواه كان بدأ يميل لندى، وبدأ يحطها في تفكيره بقدر كبير برغم اختلاف الديانة ما بينهم، لكن هو بقى شايفها إنسانة قوية وتستحق ان هو يقرب منها، غير ان هو معجب بيها. بعد كده المشهد 11 من وجهة نظري هيكون زيارة سماح لندى وحوار ندى مع والدتها سونيا. سونيا طبعا اول ما بتشوف سماح داخل عليها بالحجاب الاسلامي بتعرف اكيد ان هي مسلمة، وبالتالي بتكون مقابلتها ليها مش لطيفة خالص، وبتبدأ تطلب من ندى تعرف ايه اللي جاب دي هنا. فندى بتكذب عليها، تقول لها انها زميلتها في الجامعه، وان هي مجرد جايه تسالها على حاجه. فهي بتقول لها قد ايه هي سونيا الام يعني قد ايه هي بتكره المسلمين بسبب سالم اللي هو والدهم، وانها سابت تونس مخصوص بسببه. بعد كده بنروح تاني لجاكوب اللي بتبقى حالته مش طيبة، لأنه بيبعد عن ريما بكل طاقته. جواه مشاعر كتير وأحاسيس مضطربة. هل يخون الأمانة ويبعد عن ريما ويهملها، ولا يقرب من ريما اللي هي رافضة تقرب منه؟ جواه مشاعر كتير. ففي ولاده بيتفق معاهم ان هم هيكونوا متفقين من البدايه ان هم يروحوا رحله للشاطئ، ولما بيطلب من ريما تيجي بترفض، وهو ما بيطلبش منها تاني، يعني بمعنى صح جيتي ما جيتيش خلاص.
وهنا بيفهم من نفسه ان ريما كانت بالظبط بدأت تاخد قرار انها تبعد عن الأسرة كلها وتعتزل في غرفتها، دايما قاعدة ما لا بتروح ولا بتيجي معاهم، نادر جدا لما بتقابلهم جوه البيت يعني، رغم ان ده البيت اللي هي اتربت فيه والبيت اللي هي ما تعرفش غيره من يوم ما اتولدت. المشهد اللي بعد كده بنعرف ان سماح وندى بدأوا يقربوا جدا من بعض وبدأوا يخرجوا ويقضوا اغلب الوقت مع بعض. وبنعرف كمان بنتعرف على شخصية جديدة وهي شخصية راشيل قريبة ندى، بس لحد هنا مش عارفين هي تقرب لها ايه بالظبط. هي موجودة عندهم في البيت وبسبب ان بتهدي سونيا المتعصبة جدا لان بنتها دانا فرحها قرب وهتتجوز من ايميل، وايميل عايز الفرح بشكل معين على الطريقة المسيحية. وهنا بنعرف انها برغم انها متجوزة من جورج المسيحي، كسونيا متجوزة من جورج المسيحي، لكن هي برضو بترفض ان اي حد من بناتها يتجوز من ديانة تانية، فبالتالي هي جواز دانا بالنسبة لها مشكلة كبيرة جدا، وبتأكد دايما ان ندى هتتجوز من شخص يهودي. المشهد اللي بعد كده بنرجع تاني لبيت جاكوب. جاكوب بيرجع البيت ما بيلاقيش لا تانيا ولا اولاده، بيبدأ يدور عليهم وما بيلاقيهمش في البيت، وبيلاقي ريما منهارة من العياط. بيبدأ يسألها ليه السبب، وبيعرف ان تانيا اخدت الولاد ومشيت بسبب وجود ريما في البيت، وانها تتمنى ان تانيا تختفي. هنا بقى في المشهد ده بنقدر نعرف من اتصال تليفوني بسيط بيجي لجاكوب من ديفيد اللي هو اخو تانيا. بنقدر نفهم من المشهد ده ان راشيل وجاكوب اخوات، وان سونيا بنت عمهم، يعني هما عيلة، بس في جزء في تونس زي ما اتفقنا من البداية وفي جزء في لبنان. ديفيد هنا بيقترح ان ريما تروح لراشيل، ما هي راشيل برضو هي كانت متولية تربيتها لفترة من الفترات، وبالتالي ممكن تعيش معاها عادي معاها في لبنان، وكده ما بيبقاش أخل بالوعد لوالدة ريما. وده اقتراح شيطاني طبعا. بعد كده بيبقى في حوار تاني. احنا طبعا زي ما اتفقنا المشاهد متقلبة ما بين سماح وندى وأحمد، يعني كل شوية بنلاقي نفسنا في مشهد تاني مختلف. ده دليل على ان احنا لو ركزنا كده وحسينا ان احنا بنتفرج على فيلم سينمائي هيبقى المشاهد كده بالظبط. بنرجع تاني لحوار بين سماح واحمد، بيوضح فيه ان ندى مفروض عليها حصار من امها سونيا من بعد ما عرفت انها على علاقة بسماح المسلمة، فبدأت تبعد عنها شوية وتفرض عليها حصار علشان ما تبقاش سهلة التأثير بالآخرين. بعد كده بقى بيجي لنا مشهد عريس لندى. عريس لندى بيجي جورج اللي هو المفروض هو زوج سونيا، وندى ودانا بيعتبروه أبوهم المسؤول عنهم. بيجي يقول لهم إن في عريس لندى، وبيبدأ يتكلم ان هو فاضله وقت قليل ويبقى مهندس. تسأله عن الديانة فبيقول لها هو ما قاليش، بس انا اعتقد ان هو مسلم. وبنشوف هنا قد ايه دانا بتغير من ندى جدا. بعد كده في بتيجي على طول ان ندى وافقت على العريس، وبيجي مشهد الخطوبة وزيارة احمد لبيت ندى، وتوتر ندى وعدم استيعابها للمشهد في البداية ودقات قلبها المتسارعة، وبتفتكر الحوار اللي دار بينها وبين أحمد عن فتاة أحلامه. تعالوا كده نقرأ مع بعض الحوار ونعرف كانت إيه اللي ندى افتكرته. افتكرت هي في الأول أغلقت الباب وارتمت على السرير وهي بالكاد تسيطر على انفعالاتها. لقد فعلها رغم كل الاختلافات التي تفرق بينهما، فعلها رغم جهله كل شيء عنها وقصر لقائهما الوحيد، إلا أنه فكر فيها وجاء يطلبها من والدها. تردد في ذهنها سؤاله من جديد: هل تقبلين بالزواج من رجل مسلم؟ الآن فقط عرفت الجواب: نعم أقبل إن كنت أنت هذا الرجل. يعني ندى ما كانش عندها أي مشكلة أنها تقبل برجل مسلم، لكن المهم أنه يكون أحمد. المشهد اللي بعد كده مشهد مؤثر جدا، لأن
جاكوب خلاص اخذ القرار ان ريما لازم تغادر البيت، بيت بابا يعقوب اللي هي ما تعرفش غيره. فبتعيط بشدة جدا وبحرقة وبتودع البيت، واللي بيأثر فيها اكتر ان اولاد جاكوب سارة وباسكال مش موجودين علشان تقدر تودعهم. وبالفعل بيروح يوصلها للمطار وبتسافر. المشهد مباشرة التالي اللي هو المشهد رقم 19 التالي بقى بيبقى جاكوب قد ايه حزين في بيته لما بيرجع ويلاقيش ريما، الغرفة فاضية رغم ان هو كان متعود على وجودها. والتفاصيل بتكشف قد ايه هو كان بيحبها، خصوصا انه بيلاقي رسالة منها وبيبكي بسببها، لان هي بتقوله قد ايه هي بتحبه وقد ايه هي خايفة عليه. المشهد بعد كده بيعود احمد لتدريباته في المقاومة، وبيكون خبر خطوبته انتشر على خطوبته من ندى انتشر، وبيبدأ الكل في اللي بارك وفي اللي كان مش عاجبه الوضع، ومنهم قائد الكتيبة اللي بتدربوا فيها اللي كان قال له ازاي ترتبط بفتاة يهودية. فهو قال له ان هي يهودية مش صهيونية، وهنا كان بيوضح له الفرق ما بين اليهودية والصهيونية. بعد كده ريما بتبكي جامد على فراق يعقوب، ووصلت بالفعل بيت راشيل، وزوج راشيل بيبدأ في تهديد تهديد ريما بمجرد نظرته، من مجرد انها شافته من اول مرة هي بدأت تخاف منه وحست ان هيبقى فيه وراه حاجات كتير. مشهد بعد كده صدام بين سونيا وندى، ازاي ندى توافق على عريس مسلم وهي اللي كانت حاطه في مخيلتها ان ندى هي اللي هتنصفها ومش هتتجوز غير يهودي من نفس الطائفه كمان. المشهد اللي بعد كده بقى الست سعاد دي شخصيه جديده هي ظهرت معانا في الروايه، هي والده احمد، بتظهر وهي منهاره في البكاء ازاي ابنها يتجوز من يهوديه. وهنا سماح بقى بتلعب بدور الأخت الطيبة، وبتبدأ تخفف عن مامتها واقع الصدمة، وبتحاول تقنعها ان ندى بنت مختلفة، ولو ما كانتش مختلفة اكيد احمد هيبدأ يعرف اذا كانت تنفع ولا لا في فترة الخطوبة. وهنا يعني الست سعاد بتبدأ توافق نوعا ما على امل ان الجوازة دي تفشل. هنا في بقى مشهد جديد، راشيل وريما. ريما مش عايزة تروح حفل الخطوبة بتاعت ندى لانها متعرفهمش وعايزة تقعد مع نفسها، وفي نفس الوقت زوج راشيل، على فكرة زوج راشيل ده احنا طول الرواية احنا مش هنعرف اسمه، هو هيفضل له رمز دايما اللي هو زوج راشيل، لكن احنا ما نعرفش اسمه خالص. هيرفض ان هو يروح مع راشيل الحفلة، وعلى امل ان هو هيقعد يعتني بندى ويعتني بريما ويعتني بالبيت. بالفعل في تجمع الخطوبة بتاعت ندى وأحمد بيكون بيت راشيل فيه توتر جامد جدا، لأن زوجها بيضرب باب ريما بكل قوته وبكل غضب منه، وبيحاول ان هو يأذيها على قد ما يقدر، لكن راشيل بترجع على غير موعدها بسرعة، لأنها كانت نسيت تجيب الهدية بتاعت ندى معاها وهي رايحة، فبترجع تاخدها وبتشوف المشهد وزوجها بيحاول يكسر الباب وقد ايه الغضب مال يعني. بعد كده بينتقل المشهد تماما، بنروح لحفلة في الضيعة، حفلة شواء صغيرة كده ضيعة بتاعت أحمد، بيكون فيها كل الأصحاب والأهل، وبتحصل صدمة لندى صغيرة كده ان هي أول مرة بتشوف المسلمين بيصلوا، وبتلاقي ان البيت سكت فجأة وان احمد هو الامام، هي طبعا مش عارفه هما بيعملوا ايه، وبتفضل تنادي عليهم محدش بيرد عليها، ولما بتكتشف ان دي صلاتهم صلاه المسلمين وقد ايه هما في خشوع ونظام، بتجيلها حاله من التوتر وبتبقى عايزه تسيب المكان. نرجع تاني لبيت راشيل، والحرب مستمره بين ريما وزوج راشيل، هو مصر ان هو يأذيها، وبالفعل تحبس نفسها في المطبخ بعد ما بيكون في خناقة ضارية ما بينهم، بتحاول انها تهرب منه بكل ما فيها. وهنا راشيل بتاخدها للطبيب او للدكتورة في المستشفى، اللي بتقول لها وبتأكد لها ان ريما تعرضت لضرب جامد جدا، الضرب ده ادى لوجود كدمات على جسمها. هنا راشيل بتبدأ تواجه جوزها وبيكذب وبيقول لها ان ده مش حقيقي.
هنا ممكن نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا بعد الفاصل. وكنت احب افكركم ان سؤال حلقتنا متى كانت مذبحة قانا الاولى، والتواصل معانا على 012 25 35 15 12 او 010 12 14 15 40. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. بتحب القراية بس ما عندكش وقت، يبقى خليك اونلاين على المصري اف ام واسمع كتاب مع أمنية قاسم كل يوم 3 الساعة 8. اسمع كتاب وخليك اونلاين. مستمعينا ورجعنا لكم تاني ومكملين في قلبي أنثى عبرية. المشاهد
كتير جدا، بس كلها بتحكي بقمة التسلسل، ما تقدرش انك تتوه في الرواية يعني. هنا في مشهد طويل قوي بين جاكوب وفي بيت جاكوب، وبيحكي قد ايه هو متأثر في غياب ريما، ولدرجة ان هو بيمشي دلوقتي يدور على سالم، لانه بيحس نفس الشعور بتاع لما اختفوا بنات سالم كان حاسس بايه، هو كمان حاسس في غياب ريما نفس الاحساس ده. واللي بيزود عليه ده ان تانيا مختلفة معاه على طريقة تربية الأولاد، وده بيكون حوار طويل قوي ما بينهم. كمان اتصال بين جاكوب وراشيل وريما. ريما بتعتقد على أثر هذا الاتصال إنها خلاص هترجع تونس مرة تانية، وده الأمر اللي بتديهولها راشيل. احمد بعد كده بيبتدي يدي دروس لندى في الدين الاسلامي، وبيشترط في كل مره انه اللي موجودين في المكان لازم يكون معاها محرم يعني، فده ما يتدخلش في الحوار ابدا غير لما ندى تقول، وبيبدا يعمل لها مقارنات بين الثلاث اديان. واللي بيساعده في ده نقطه مهمه جدا، ان حجته هو اقوى لان الكتاب في ايده اذا كان القران او السنه، لكن السيدات او المرأة اليهودية معروف عنها انها لا تلمس الكتاب المقدس نهائي، هي بتتعلم منه مقاطع بس. والسبب في ده لان في المعتقدات اليهودية ان نظرية ان المرأة دائمة النجاسة او النجاسة الابدية للمرأة، يعني مش من حقها انها تلمس الكتاب المقدس مهما كان الموقف، بتعرف منه الاجزاء اللي هي المفروض تعرفها بس. عشان كده حجة احمد بتكون اقوى في ان هو يشرح لهم وهم ما بيقدروش يقفوا قصاده او يردوا الكلام اللي هو بيقوله، فعلا بتبقى حججه اقوى منها بكتير. بنرجع تاني لبيت راشيل وبتكلم جاكوب، وراشيل تاني يوم بتاخد ريما وبتروح بيها لمكان، فبتتخيل ريما انها راجعة تونس، بس للأسف هي بتكتشف انها رايحة مكان تاني، ده بعد ما بيوصلوا عند بيت ندى. لحد هنا مستمعينا احنا وصلنا في لما ريما بتوصل لبيت ندى وبيت سونيا تحديدا، والمقابلة اللي هتقابلها ندى لريما بتكون كلها رقة، على عكس اللي هتقابلها سونيا ودانا بيها لاكتشافهم انها لابسة الحجاب. هم كانوا متخيلين ان ضيفة من تقرب لراشيل او جايه من ناحيه راشيل هتبقى زيهم، ما تخيلوش ابدا ان ريما دي فتاه مسلمه ترتدي الحجاب كمان. احنا قربنا حلقتنا تخلص، بس الروايه معانا لسه ما خلصتش. هنعتبر ان ده كان الجزء الاول من الروايه، وهنكملها الحلقه الجايه ان شاء الله. وكان معانا السؤال بتاعنا مستمر معانا للحلقه الجايه، متى كانت مذبحه قانا؟ متى كانت مذبحة قانا الأولى؟ طبعا السؤال موجود على الفان بيج بتاعتنا المصري FM، ممكن تجاوبوا عليه، وممكن كمان الاتصالات بتاعتكم على 012 25 35 15 12 أو 010 12 14 15 40. أعزائي المستمعين، كانت معكم اليوم أمنية قاسم إعداد وتقديم، والإذاعة الصوتية معانا أستاذ علي حسن. أشوفكم الحلقة الجاية يوم الثلاثاء الساعة 8، ونكمل معانا في قلبي أنثى عبرية.